ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود من قناة مستر محمود عبد المحسن. طلابي أبناء التعليم الفني الصناعي، نتابع مع بعض مراجعة سريعة للرياضيات ونتابع الاشتقاق. لو أنا عندي جذر تربيعي وعايز أجيب له عملية تفاضل اشتقاق، يعني ليها قانون. القانون اهو: تفاضل ما تحت الجذر على 2 في الجذر. ماشي ازاي؟ انا عندي عايز افاضل جذر 2 س ناقص 5. كويس كده؟ بعمل بسط ومقام. 1/2 في الجذر، مش الجذر 2 س ناقص 1 اضربه في 2، وفوق تفاضل ما تحت الجذر في البسط. بص كده قانون تفاضل ما تحت الجذر. طب وهنا الجذر التفاضل بتاع اللي تحته كام؟ 2. مش هنا دي 2 س تفاضلها بكام؟ ب2. والقانون بيقول ايه؟ تفاضل ما تحت الجذر على 2 مضروب في الجذر. الجذر اهو مضروب في 2. خلصت المسألة يا شباب. نبص عليها تاني كده يا ولاد اهو. تفاضل ما تحت الجذر 2 س تفاضلها ب2. ده كده في البسط. والمقام 2 مضروب في الجذر. 2 مضروب في الجذر. خلصت. طيب لو انا عندي قاعدة اسمها قاعدة التسلسل، ونخلي بالنا من دي شوية. لو بيقول لك اوجد د ص على د س، يعني اوجد تفاضل او اوجد المشتقة الاولى للدالة ص بتساوي 5، ص بتساوي عين أس 5، والعين بتساوي 2 س زائد 4. ماشي كده يا شباب؟ وهو عايز د ص على د س. هي تسلسل، هي عملية سلسلة. هنشوف مع بعض كده مع بعض. د ص على د عين، د ص على د عين، تفاضل ص بالنسبة لعين. دي العين أس كام؟ أس 5. تفاضلها بإيه؟ بنزل الأس في عين وأطرح من الأس 1. يبقى تفاضل العين أس 5 5 عين أس 4. طيب د عين على د س، عين اهي. تفاضل العين بالنسبة لس ب2. مش تفاضل 2 س ب2؟ طب تفاضل الأربعة مفيش. بعد كده أقول إيه؟ إذا د ص على د العين في د العين على د س تساوي د العين. مش ممكن تروح مع د العين؟ يتفضل فوق في البسط ايه؟ د ص، وفي المقام د س. مش هو ده المطلوب؟ د ص على د س. تمام؟ يعني د ص على د العين مش كانت طالعه 5 عين أس 4؟ 5 عين أس 4. تعالوا نعدل الاتنين دي لأن شكلها كده عامل زي الأربعة. 5 عين أس 4 دي 4. تمام؟ ها معايا؟ طيب 5 عين أس 4 دي اللي هي د ص على د العين. طيب مضروبة في ايه؟ في د العين على د س بكام؟ ب2. ما هي ب2 اهي. طيب إذا لما طير الدال عين مع الدال عين يتفضل د ص على د س اهي. د ص على د س بتساوي، عندك الاتنين مضروبين في بعض، 2 في 5 ب10 عين أس 4. إذا د ص على د س بتساوي 10 عين أس 4. اطلع لي فوق كده بقى، شوف لي العين بتساوي كام؟ 2 س زائد 4. متعوض عنها، بدل ما تبقى 10 عين أس 4 تبقى 10 في قيمة عين أس 4. قيمة عين اللي هي 2 س زائد 4 كل أس 4. ودي اسمها قاعدة التسلسل. تحياتي يا ولاد، وربنا يوفقكم إن شاء الله.